وخد بالك من حاجه مهمه، ان الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده هيكون متمنتج بال 1660 تي اي ده، عشان نبقى عارفين. فانت شوف بقى المونتاج عامل ازاي كده واحكم، وهقول لك برده في الكومنتات اخد وقت قد ايه في الريندر، انا هحسبها له بالثانيه. طبعا ما تتوقعش انه 5 مثلا، لا ده مش 50 60 يا حبيبي، انزل بطموحاتك، اهدى شويه، ده في حته. انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. اهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير، معاكم ادم حسن، والنهارده معانا مراجعه لكارت شاشه كتير جدا من الناس حيرانه فيه بجد، لا مش عارفه ده حلو ولا وحش ولا ايه بالظبط. ليه؟ بسبب ان في خيارات تانية، هقول لك على الخيارات دي، بس انا بالنسبه لي الصراحه ال 1660 تي اي في سعره هو افضل خيار عامه، عشان نبقى عارفين. هتقولي ليه انت كنت بتقولي الار تي اكس ال 2060؟ اقول لك اصبر بس هفهمك، اهدى اهدى واحده واحده. المهم ان هل فعلا الكارت ده يستحق الشراء في 2026 ولا لا، ده اللي هنعرفه في الحلقه دي. بس لا استنى لحظه معلش، قول لي بس ايه رايك في السيت اب الجديد؟ معلش ما ينفعش لازم تقول لي ايه رايك في السيت اب الجديد في الكومنتات، عشان نبقى على ميه ونور كده، وبسم الله الرحمن الرحيم. وما تنساش برضه تقول ما شاء الله عشان انت عارف. قبل اي حاجه واهم حاجه، هو سبونسر فيديو النهارده. السبونسر بتاع فيديو النهارده وهي شركه اي جي كمبيوترز، اللي بعت لي الكارت ده عشان اعمل له مراجعه. هتلاقوا لينكهم في البايو، عندهم حاجات حرفيا باسعار يعني ما عمرك كنت تتخيلها، اسعارهم لا حلوه قوي وحاجات جديده. المشكله فاللي هو صباح الفل، عايزك بقى تروح هناك كده وتعمل قلبان عندهم وتقول لهم انا جاي من جيش ايه هاردوير او ادم حسن، بعد اذنك بقى رغينا كتير بقى. تعالوا بقى نخش على مواصفات الكارت الاساسيه. المهم النسخه اللي معانا للكارت هي الجي تي اكس ال 1660 تي اي نسخه جيجا بايت الدول فان، مش التريبل فان، عشان في نسخه تريبل فان مفيش فرق كده كده، وبيبقى فرق في التبريد بس عشان نبقى عارفين. يعني الجي تي اكس ال 1660 تي اي جاي على معماريه تيورينج طبعا من انفيديا، ما فيهاش كلام يعني، صباح الفل. لا شيء. بعدد كورز 1536، والمعروف طبعا عنه ان هو 6 جيجا في رام جي دي دي ار 6. وبالنسبه لسرعه المعالج اللي جوه الجي تي اكس ال 1660 تي اي بتوصل ل 1770 ميجا هرتز على البوست سبيد، او على اعلى سرعه عامه يعني. والكارت جاي على بي سي اي 3، طبعا ما تتوقعش انه 5 مثلا، لا ده مش 50 60 يا حبيبي، انزل بطموحاتك، اهدى شويه. بالنسبه بس لاهم حاجه، هو استهلاك الكارت او سحب الواط للكارت بيكون 120 واط، ده حاجه ممتازه. انا المعالج بتاعي اصلا بيسحب 110 واط، فصباح الفل. لو المعالج مش كارت الشاشه فانت بتقول ايه يعني؟ تقريبا محتاجين للجهاز كله، لو انت هتجمع الجهاز كله هتحتاج اقل حاجه 500 واط فعلي من ماركه موثوقه. خد بالك اوعى يكون من ماركه مجهوله، عشان هتتسوح تسويحه سودا، واديني بقول لك. والكارت بيحتاج وصله 8 بن. حاليا سعر ال 1660 تي اي حرفيا نازل جدا، سعره نزل فعلا. فاقرب كارت لسعره ده هو الار اكس ال 5600 اكس تي. الار اكس ال 5600 اكس تي ده انا هجيبه لكم على ارض الواقع، ونعمل عليه مراجعه تفصيليه بكل حاجه زي اللي احنا بنعملها في 1660 تي اي دلوقتي قريب ان شاء الله. يعني الخلاصه بس في الكلام ده كله، ان ال 5600 اكس تي بيكسب في الالعاب، وده انت اكيد عارفه. يعني اي حاجه فيها ام دي حرفيا بتكتسح الجميع في الالعاب، ولكن طبعا احنا عارفين برضو انها بطه بلدي في الجرافيك والمونتاج او الشغل عامه، هي بطه بلدي فيها خالص عامه يعني. فده معروف جدا جدا جدا، مفيش حد ما يعرفوش. ولكن بصراحه انا بالنسبه لنا ال 1660 هيبقى افضل. ليه افضل؟ هقول لك ليه. دلوقتي انفيديا بتقدر انها تكافئ في الكارت، يعني تخليه 50 50، شغل يدوس معاك، العاب يدوس معاك، مش العاب يدوس معاك وشغل يقف معاك. فاهم حاجه الحوار ده؟ بس برضو كلمه حق الاي ام دي دلوقتي في الكروت العاليه بقت ظابطه نفسها قوي في كل حاجه. يعني مثلا كارت زي ال 90 70 اكس تي، يا نهار ابيض يا جدعان، الكارت ده يا مشكله، الكارت ده في حته. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام. فاللي هو مش كل الكروت عشان نبقى عارفين، مش مهم بس الكلام ده كله. المهم دلوقتي بس تعالى ننقل لتجربه الكارت على الحقيقه عامله ازاي. وخد بالك من حاجه مهمه، ان الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي ده هيكون متمنتج بال 1660 تي اي ده، عشان نبقى عارفين. فانت شوف بقى المونتاج عامل ازاي كده واحكم، وهقول لك برده في الكومنتات اخد وقت قد ايه في الريندر، انا هحسبها له بالثانيه. يعني انت المفروض ان انت عارف ان انا معايا ار تي اكس 50 90، يعني مش محتاج، يعني تقريبا بيقعدوا تقريبا عشان يرندر بس فيديو مثلا دقيقتين، بيقعد له مثلا بتاع نص ساعه. طب مش عايزين نتكلم بس الاتش دي 8490، يعني مش عايزين بعد اذنك ما تحرجناش قدام الناس. فنجرب بقى ال 1660 تي اي. طيب بص، دلوقتي انا لسه جايلك حالا بعد تجربه الالعاب، ولكن في حاجه مهمه لازم تكون عارفها قبل اي حاجه. كارت الجي تي اكس 1660 تي اي فيه خاصيه اسمها الاف اس ار. الاف اس ار دي بتعمل اب سكيلنج للفريمات. يعني ايه برضه؟ ما فهمتش. بص، فئه الار تي اكس مش الجي تي اكس، ركز. الار تي اكس فيها خاصيه الدي ال اس اس، وانت اكيد بنسبه 99% ان انت سمعت عن الدي ال اس اس، لان هو حرفيا من فتره كان عامل قلبان. ليه؟ بسبب لعبه زي باتل فيلد 6 اللي حرفيا على كروت هاي اند كان بيشتغل من 50 ل 60 فريم. فلما جه خاصيه الدي
الدي ال اس اس احدث اصدار ده رفع الفريمات حرفيا من 50 او 60 فريم لحد 250 فريم، كل ده على ال 4K. انت متخيل يعني ايه؟ بس طبعا ده كرة الهاي اند، يعني انت ما تتعشمش قوي، ده اخرك هنا 1080 بي. انت بتقول ايه؟ فانت متخيل كل ده بسبب الاي اي. ففكرة الاف اس ار نفس فكرة الدي ال اس اس بالظبط، بس على قديم شويه بقى. وضيف لمعلوماتك ان خاصيه الاف اس ار اصلا دي بتاعت اي ام دي ومفتوحه المصدر، فبالتالي موجوده على العاب كتير جدا، فتقدر انت تستخدمها في الجي تي اكس 1660 تي اي، ده عادي جدا. الخلاصه بس كده عشان ما تتوهش مني، الاف اس ار بيعمل اب سكيلينج للفريمات او فريم جينيريشن بمعنى اصح، وكل ده عن طريق الاي اي. بس كده دي فكره انت لازم تكون عارفها كويس جدا يعني. وطبعا زي ما قلت لك انها من اي ام دي، فطبعا موجوده يعني بدون اي ذكاء بدون اي حاجه، موجوده في كروت اي ام دي. مين دول؟ موجوده في كروت الجي تي اكس بتاعت انفيديا، بس ار تي اكس مفيش طبعا. انت عندك الدي ال اس اس اللي احدث منها. الكارت بيحقق معانا على لعبه زي ارك رايدرز من 80 ل 90 فريم على 1080 بي وكمان ميديوم سيتنجز، واقصى حاجه نزل لها الكارت تقريبا في الفريمات كانت 66 فريم، فده الصراحه حاجه ممتازه على لعبه ضخمه زي دي اصلا. فنخش بقى على اللعبه اللي اتقل بعدها وهي باتل فيلد 6. Enemies are attacking objective Delta. لعبه زي باتل فيلد 6 حققت معانا تقريبا من 60 ل 70 فريم على ميديوم سيتنجز و1080 بي برضه. وخد بالك برضه ان سواء لعبه زي ارك رايدرز او لعبه زي باتل فيلد، الاثنين كان شغال عليهم اف اس ار 3.1، فخد بالك من الحوار ده، لان انت لو ما شغلتش الاف اس ار الفريمات هتبقى اقل من كده على باتل فيلد او على ارك رايدرز. المهم نخش على اللعبه اللي بعدها وهي حرفيا قاتله الاجهزه، سواء بقى قوي ضعيف، هي القاتله من الاخر، وهي سايبر بانك 2077. I'll deal with this fuckstick. Fuck! Coming on the side! Reloading! We got him! I ain't left for breakfast! بيحقق برضه على 1080 بي ميديوم سيتنجز من 50 فريم او 55 فريم ل 66 فريم في الحدود دي بالظبط، ده الافرج عامه. والصراحه عشان ما بقاش ظالم الكارت ساعات كان بيوصل ل 70 فريم، فده وعلى ميديوم وعلى لعبه زي دي لا دي حاجه جامده جدا 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 كمان. وصحصح كده وخد بالك ان احنا بنتكلم على 1080 بي، ما تجيش مثلا تقول لي انا عامل الكارت على 2K والكارت مديني 30 فريم. أحي أحي يعني اللي هو يا راجل بجد والله. ده كده تجربه الالعاب. انا حبيت ان انا الم بس الالعاب التقيله على الجهاز، يعني مثلا ريد ريديمشن 2 لعبه من الالعاب التقيله وكل حاجه، بس هتحقق معاك كده من 60 ل 70 فريم، ده حاجه معروفه. المهم الكارت ده ولا تزود شويه وتروح على الار تي اكس ال 2060، هو الفرق بينهم تقريبا حوالي 1000 جنيه او 1200 جنيه عامه، بس انا كادم بصراحه هزود الفرق ده. ليه؟ عشان التقنيات الاحدث زي الدي ال اس اس والري تريسنج. بس خد بالك ان الري تريسنج ملهاش لازمه بالنسبه للكارت ده تماما، اللي هو الري تريسنج محتاجه اقل حاجه مثلا بنتكلم في 30 60 20 60، ده مش هيعمل معاه حاجه، اللي هو ملهاش لازمه
العظمه ده حرفيا، من غيره يبقى الالعاب شغاله افضل. فانت كده كده الري تريسنج مش هستفاد بيه تماما في الار تي اكس ال 2060، ولكن انا لو معيش الفرق ده، سواء انا بعمل تجميع او هجيب الكارت لوحده، هروح لل 1660 تي اي من غير تفكير، ما فيهاش تفكير حرفيا، اللي هو حرفيا افضل كارت في سعره اللي هقول لك عليه كمان شويه. وخد بالك ان انت لو عايز تروح لل 5600 اكس تي، ان ال 5600 اكس تي حرفيا بياخد 2 8 بن. انت متخيل يعني 2 8 بن؟ اللي هو صباح الفل بجد والله. فخد بالك من حوار الباور ده، مهم جدا في ال 5600 اكس تي لو انت عايز العاب بس ومصمم، حتى لو مش هتطلع ستريم. لو انت هتطلع ستريم لا، ال 1660 تي اي هيبقى افضل عشان تبقى عارف. بس كده يا رجاله، وما تنسوش ان انا سايب لكم تحت في الوصف لينك ايجي كمبيوترز، انزلوا بصوا. عايز قلبان، انا هزعل لو ما حصلش قلبان، انا عايز قلبان. واستنوا فيديوهات من دي كتير جدا، وهنعمل مراجعات الفتره الجايه بهبل حرفيا باذن الله. المهم لو انت عايز تعرف سعر الكارت ده، خش من اللينك اللي في الفيديو، هتلاقي سعره وهتلاقي كل حاجه. بس كده يا رجاله، وما تنساش بس اخر حاجه وانت ماشي كده في الكومنتات تقول لي ايه رايك في السيت اب الجديد، وما تنساش تقول ما شاء الله بعد اذنك، بعد اذنك يا اخي. وأن ليس